هنتكلم النهاردة مع بعض عن قواعد حديث الولادة. محتاجين قواعد لان بتبقى التجربة جديدة على الام، واللي حوالينا طبعا بيحاولوا يجتهدوا ويقولوا لنا معلومات هي في الغالب غلط. هما طبعا كتر خيرهم ان هما بيبقوا عايزين يساعدونا، لكن هما ما كانش عندهم الفرصة ان حد يقول لهم الصح ايه، فكانوا بيجتهدوا وبيحاولوا يعملوا الصح للبيبي علشان خاطر هما اكيد امهات واكيد عايزين يحافظوا عليه برضو وخايفين عليه. فاحنا هنتكلم النهاردة عن شوية حاجات بسيطة كده لكن مهمة جدا، لان محدش هيقولك عليها، محدش هيجي في باله يقولك عليها، محدش هيبقى فاضي اصلا، ممكن اصلا ما يبقاش في حد عارفها، والكل طبعا هيبقى بيتكلم بخبرته القديمة. اهم حاجة واول حاجة ان احنا نرضع طبيعي. حاولي ترضعي طبيعي بعد الولادة بساعة. اول ساعة من الولادة بتفرق معاكي جدا جدا في الرضاعة، وهعمل لكم حلقة كاملة عن الرضاعة الطبيعية، ولو هتنزلي شغل هترضعي ازاي، وهتحافظي على اللبن ازاي، على الاضرار اللبن، وعن كل حاجة ان شاء الله هتفيدكم، لان انا اخدت شوط كبير قوي في بنتي الاولى، ويعني هي اتبهدلت وانا اتبهدلت، لان برضو زي ما بقول لكم كده ما كانش عندنا الخبرة الكافية لده، ومحدش الحقيقة نصحني خالص ولا نصيحة كويسة. قعدت ادور وقعدت اشوف استشاريين رضاعة واسمع فيديوهات واسمع دروس واروح عند دكاترة لحد ما يعني حاولت اعمل اللي عليا. ما تشيلوش نفسكم ذنب لو ما عرفتوش تعملوا مع البيبي الاولاني حاجة، ان هو في الغالب بيبقى فار تجارب، لكن احنا دلوقتي في ايدينا الفرصة ان احنا نتعلم وندور ونعرف معلومات. عندنا الدكاترة بقوا يعني منزلين فيديوهات في كل مكان، ناس عندها خبرة ممكن تفيدنا، فيديوهات زي اللي انا يعني هنزلها لكم دي ان شاء الله تفيدكم، وامهات كتير قوي برضو بيكتبوا تجربتهم. فاهم حاجه واول حاجه نتكلم عنها عشان ما اطولش عليكم، نرضع طبيعي، بلاش اعشاب ابدا، ما فيش حاجه اسمها ينسون، ما فيش حاجه اسمها كمون، ما فيش حاجه اسمها نعناع، كراويه، اصل بطنه، اصل مغص، لا ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. بلاش بيبي درينج، ما نقولش بقى اصل دي اعشاب من الصيدليه وهم اصلا عاملينها للطفل، لا ما ينفعش. بلاش جلوكوز تماما، ما ينفعش ندي الطفل كمية سكريات مركزة كده، هو اصلا يعني هو لسه ما يستحملش اي حاجة من الحاجات اللي احنا ممكن نعملها فيه دي، ارجوكم. هندي فيتامين د طبعا من اول يوم 4 نقط لمدة سنة، وبعد السنة بيبقوا 6 نقط. طبعا دكتور الاطفال هيقولك على حاجة زي دي، ودي من الحاجات الاساسية اليومية، خليها مع اول غيار الصبح علشان خاطر ما تنسيهوش خالص. عندنا تطعيم فيروس بي بيبقى بيتاخد، لازم يتاخد اول 24 ساعة من الولادة، حتى لو يوم جمعة، حتى لو اجازات رسمية، بيبقى موجود في الوحدات الصحية، بيبقى موجود في اقسام النساء في المستشفيات الحكومية، المفروض موجود انه في اي مكان، ما ينفعش الطفل ما ياخدوش. ارجوكم ما فيش حاجة اسمها نربط صورة الطفل ابدا، واغلب الاطفال بيبقى عندهم فتق سري. بيقولك بقى نحط عملة معدنية ونربطها، لا يا جماعة، هي كده كده بعد ما الطفل بيبدأ يتحرك عضلات بطنه بتقوى، فالفتق السري ده بيدخل لجوه، لكن الفتق القربي بيحتاج تدخل جراحي. ممنوع ان الحفاضة تغطي السرة، في حفاضات كتير بتبقى عاملة مكان للسرة كده، بيبقى البامبرز في مكان للسرة اصلا كده، هو اصلا بيبقوا صغننين والبامبرز واسع عليهم، فاحنا اصلا بنتني الجزء اللي قدام ده، بنمنع التسريب، يعني برضو بتبقى حلوة قوي في منع التسريب، بنتني الجزء اللي ورا اللي في ظهر البامبرز والجزء اللي قدام لجوه، التانية دي بتبقى مفيدة قوي. هنضف السرة بالكحول من 4 ل 7 مرات يوميا. منظمة الصحة العالمية قالت ان ودكاترة كتير قالوا ان الكحول ملوش لازمة، لكن احنا ليه بنقول كده؟ علشان طبعا الله اعلم الهدوم اللي الطفل لابسها نظيفة ولا لا، متعقمة كويس ولا لا، ممكن يبقى فيه بواقي مش متنضفة كويس واحنا نفضل سايبينها اي حاجة علقة فيه، فاحنا يعني بنقول للامان ننضف بكحول 4 ل 7 مرات، كده كده السرة هتنشف وكده كده هتقع لحد 40 يوم، السرة معانا نبقى مطمنين مفيش مشاكل، مش شرط اول 7 ايام على فكرة. تاني بنأكد على الرضاعة الطبيعية، رضعي طبيعي بس، بلاش بيبي درينك، بلاش بيبي درينك، اتمنع اصلا من وزارة الصحة، حتى اللي موجود في الصيدليات ده ممنوع، يعني ما تطمنوش. تحليل الكعب بيتعمل من اليوم الثالث لليوم السابع، وفي الغالب هو متثبت يوم السبت والثلاث في كل الوحدات الصحية. تحليل الكعب ده مهم جدا، ولازم تروحوا، ولو في اي مشكلة في التحليل هما بيبلغوكوا، بيتصلوا بيكوا بيقولوا لكم. تمام. حديث الولادة يا جماعة إنسان بيحتاج النظافة وبيستحمى عادي جدا، مفيش حاجة اسمها أصله هيبرد، أصله صدره
هيتعب. اصل اي حاجه، لا البيبي هيستحمى عادي، هندفيله جو الاوضه بتاعته، الميه هتبقى فتره ودافيه، هنحمي النص التحتاني وبعدين نحمي النص الفوقاني او العكس على حسب انتوا عارفين تمسكوه ازاي. ولازم يستحمى زيه وزينا بالظبط. تمام. بسم الله. ما ينفعش نبوس الطفل من الفم، ما ينفعش نبوس الطفل من الفم، ويعني ما ينفعش نبوس الطفل اصلا، بينقل امراض واغلبها واشهرهم كمان مرض الهربس. مرض الهربس ده يعني حاجة ربنا يحفظنا منه، الطفل اصلا ما يستحملوش يعني. 16 نقطة عندنا. تطعيم الضرن. تطعيم الضرن ده اللي هي الحقنة اللي بتتاخد في الكتف، بتتاخد في اول شهر وما نتأخرش عن كده. هي اصلا يعني بتتاخد اول اسبوع، بس هي معانا لحد مدة شهر. تمام. ارجوكم مفيش غربال في السبوع، ومفيش سبوع، يعني لو تقدروا ما تعملوش سبوع وما تعملوش تجمعات. ارجوكم اعملوا ده. يعني انا اتقابلت مع دكتورة مخ واعصاب، المفروض ان هي خبيرة من فرنسا، كانت معايا في الشغل. داخلين عمليات لطفل بيعمل صمام في المخ، عمره 20 يوم، عمره 20 يوم بيعمل صمام في المخ. بقول لها ليه يا دكتور الطفل ممكن يتعرض لحاجة زي دي؟ انا كنت حامل بقى وماشية اسأل والف ويعني او قلقانة، وهي يعني الحالة دي كانت معايا اصلا. فيا دكتور ليه طفل زي ده ممكن يحتاج حاجة زي دي؟ قالت لي الغربال. قالت لي انتوا في مصر بتستخدموا حاجات كده غريبة. الغربال الهزة دي بتعمل نزيف في المخ، بتفرقع شرايين وحاجات في المخ، والبيبي لسه يعيني ما عندوش عضلات تحافظ على اي حركة، فحركتنا احنا دي بتوديه في داهية. فالغربلة ارجوكم ممنوعة، ممنوعة ممنوعة منعا باتا. معلش تيتا ما تزعلش، نفهمها ونشرح لها، عمو ما يزعلش، جده ما يزعلش، ما فيش حد من اللي بيحب يغربل. اصل احنا ما انتوا كنتوا صغيرين وغربلناكوا وعملنا. معلش ربنا كان بيسترها مع الناس اللي مش فاهمة والناس اللي مش عارفة، لكن ناس كتير كان بيحصل لها مصايب برضو، اطفال كتير كانت بتتحط في مصايب يعني. برضو العادات الجميلة السيئة قوي اللي بيعملوها، بيكحلوا الطفل بالبصل، ممنوع. يعني انا مش محتاجه اقول ان عينه هتضيع، عينه هتضيع فعلا. في نقط مطهره بتتحط للعين، دي روتين اول اسبوع، الدكتور هيكتب لك عليها مع الفي دروب ومع زنك اوليف ومع الادويه بتاعتك اللي انت هتستخدميها. بتحط مرتين في اليوم. نقط مطهره لذيذه ولطيفه وسهله كده، صغننه كده ورخيصه جدا، كانت ب5 جنيه يعني مش حاجه. ورق بقى مهم لازم نحافظ عليها، نحتاجه شهور وسنين، يعني هنحتاجه شهور وسنين معانا. كراسة التطعيمات طبعا دي من الاساسيات اللي معانا، دي هتستلم الاب هيستلمها، او اللي رايح يسجل البيبي هيستلمها من الصحة. منحنيات النمو فيها الوزن والطول ومحيط الرأس، الحاجات دي بتتاخد في المستشفى عند الولادة. وبرضو لما البيبي بيروح يطعم حقنة الكتف او بياخد الحقنة بتاعت فيروس بي او 24 ساعة، المفروض ان الحاجات دي بتبقى موجودة. حاجة برضو مهمة قوي نركز معاها، ركزي مع وزن طفلك ساعة الولادة، احفظيه، اكتبيه، سجليه، المهم ان انت تبقي عارفاه. الطبيعي، الوزن الطبيعي من 2.5 ل3.5 كيلو، اقل من كده شوية ما بنقلقش قوي، واكتر من كده شوية طبعا. لو اكتر من 3.5 ل4 الدكتور بيطمن ان الطفل ما عندوش سكر ولا الام عندها سكر. في المتوسط المفروض ان كل طفل بيزيد حوالي 750 جرام، كيلو الا ربع في كل شهر. المفروض انه في اول شهر، وبعد كل شهر برضو بيزيد 750 جرام في الشهر. تمام. 60% من المواليد بتوعنا بينزلوا عندهم صفرة حميدة لطيفة طبيعية خالص، ما فيهاش اي مشاكل. الصفرة عايزة رضاعة طبيعية لو هي صفرة حميدة. الصفرة بزيادة شوية بتحتاج متابعة او حضانة وعلاج ضوئي. مفيش حاجة اسمها لمبانيون، مفيش حاجة اسمها ياخد فيتامين. لا معلش، الكلام ده كله غلط وبنضيع وقت على الفاضي وبنجهد الطفل. وممكن اصلا عايزة اقول لكم ان اللمبانيون دي ممكن تأذي عين الطفل جامد جدا. المولود حديث الولادة بتاعنا انسان، احساسه بالجو زينا. بلاش بطاطين في اغسطس، يعني هيفطس حرام يا جماعة. بلاش 4 قطع و5 قطع وقطعتين بكم وقطعة دفاية وبنطلونين وشرابين وطاقية يعني انا ابني او يعني حد من ولادي اللي اتولد في الشتاء واللي اتولد في الصيف، مفيش حد هيتحط حاجة على دماغه. حتى اللي مولود في الشتاء، ابني اتولد في الشتاء، ما تحطش طاقية على دماغه، لان دي اكتر حاجة بتعمل برد.
اللبس انا بلبس قطعة يبقى هو يلبس قطعتين، انا بلبس قطعة قط يبقى هو يلبس قطعة نص، انا بلبس قطعة نص يبقى هو يلبس قطعة كم. ده الفرق، بس عشان احنا بنتحرك فبنسخن شوية، لكن هو حركته بسيطة. وطبعا احنا بنعمل ده وكمان بنلفه ببطانية وبدفاية وبالحاجات دي كلها. انا اسفة لو الكتابة مش واضحة، لكن طبعا الكلام اللي عايز يسأل في اي حاجة يسأل في الكومنتات، انا هرد عليكم. ولو عايزين كمان اسيب لكم رقم تليفوني وعايزين تسألوا على اي حاجة لو في نص الليل حتى هرد عليكم، وما تقلقوش خالص. في بقى ظواهر كده طبيعية بتحصل للبيبي بتقلقنا، بيبقى عنده زغطة كتير، بيبقى عنده خنفرة، بيبقى عنده حزق. دي كلها ظواهر طبيعية هتقل مع الوقت، وهتقل في يعني في حوالي 3 شهور. اول ما البيبي يبدأ بعد 3 شهور كده حاجات كتير قوي هتريحنا. النوم بتاعه هيظبط شوية، المغص هيظبط شوية، الحزق والخنفرة والحاجات دي كلها هتبدأ تظبط ان شاء الله. نقلق امتى بقى؟ نقلق امتى ونبدأ نخاف؟ لو الطفل رافض الرضاعة او مش قادر يرضع اصلا، يعني بيجي يرضع بيبقى بينهج او عنده زرقان او بيزرق او مدروخ او مش قادر يصحى من النوم مش بيصحى. طبعا احنا عارفين ان دي كلها حاجات مش محتاجة نستنى عليها، احنا هنجري على طول نطمن على قلبه، والدكتور يفحص البيبي كويس ويطمنا عليه، وان شاء الله البيبي بتاعكم يبقى معافى وان شاء الله نازل كويس. النقطة 27 دي بقى مهمة قوي، وبرضه محدش هيقولك عليها، محدش هيبقى مركز معاكي في الغالب، لان الكل بيبقى مركز مع البيبي ومركز فرحان طبعا بالبيبي ده، طبعا مش تقليلا منك، لكن بيبقوا شايفين ان البيبي اضعف ومحتاج كل الرعاية يعني. بس اهتمي بنفسك وبصحتك، ما تاكليش اكل مسبك، ما تاكليش اكل حراق، ما تاكليش اكل ملوش لازمة، يعني ما تاكليش اكل هيملى معدتك على الفاضي، ما تاكليش رز، ما تاكليش مكرونه، كلي شوربه خضار، كلي فراخ مشويه او مسلوقه، بلاش محمره. يعني عشان لازم تهتمي بصحتك عشان انتي تعرفي تهتمي بصحة مولودك، يعني عشان تتعافي اسرع وتقدري ان شاء الله توقفي على حيلك. الاكل الصحي يعني الطف حاجة على المعدة ليكي وللبيبي، كل اكل بتاكليه بينزل للبيبي. خلينا متفقين على النقطة دي، إن كان في الحمل او بعد الولادة مع الرضاعة. بلاش ادوية من غير داعي، وطبعا اي ادوية هنضطر ناخدها هنرجع لطبيب الاطفال، الدواء ده يا دكتور هينزل للبيبي في الرضاعة ولا لا. هنشرب لبن وناكل بيض، بلاش اكل حراق بيعمل انتفاخات ومغص ليكي وللبيبي. حافظوا على نفسكم، الدنيا مش مستاهله الفتره دي، عدوها وبعدين ابقوا اعملوا لنفسكم فيه. حديث الولاده بينام كتير بس متقطع، نومك طبعا هيتلخبط. مش هقولك اول شهر، مش هقولك اول اسبوع، لا هو اول شهر هيتلخبط، بتفضلي ترضعي وتغيري وتدلعي وتنيمي وتقرعي، هو ده شغلتك اول شهر. فيعني طبعا بتبقي محتاجة مساعدة من اللي حواليكي، من زوجك، من اختك، من والدتك. لازم مساعدة يعني، او يعني ربنا يعينك انتي، ولو مفيش حد معاكي ما تزعليش وتوكلي على الله، وربنا ان شاء الله يقويكي. حديث الولادة بيسمع من وهو جنين من اخر شهور الحمل، يعني ده معناه انه لو ما اتفزعش، لو في صوت عالي او ما خافش او ما اضطربش كده، انت تقلقي. في حاجة بتتعمل اسمه اختبار سمع في الصحة، الاختبار السمع ده بيتعمل مع مبادرة الرئيس الجديدة دي، بيتعمل وبنطمن، وبيحطوا جهاز كده في ودنه وبيقيسوا مقياس السمع بتاعه حوالي قد ايه. البيبي لازم يعمل ستول اول 24 ساعة، لو ما عملش لازم نستشير الطبيب. المفروض بيعمل حاجة اسمها العقيق، العقيق ده لونه اسود كده، بيبي لونه اسود، دي بتبقى المادة الحافظة داخل الأمعاء، وهو جوه في بطن الأم، علشان تفضل محافظة على المعدة والأمعاء شغالة، عشان تفضل محافظة على بسم الله، تفضل محافظة عليها مفتوحة ما تتقفلش. برضو بيبقى فيها مواد كده بتحافظ على ان هي ما تتأكلش او اي حاجة، يعني سبحان الله مادة حافظة من عند ربنا. لازم يعمل بيبي اول 24 ساعة. انا ببقى على ترابيزة العمليات وبسأل الدكتورة لو سمحت اطمني لي على فتحة الشرج مفتوحة ولا مقفولة، في اطفال كتير توفاها الله عشان خاطر كانت عندها انسداد في فتحة الشرج وما كانش حد واخد باله، وما كانش حد عارف، او يعني الاهل والام لاقيين البيبي ما بيرضعش ويروحوا بيه عند دكاترة، يعني المفروض ان الدكاترة كلها الشاطرة الصغيرة في السن عارفين موضوع فتحة الشرج ده. اول حاجة اصلا الدكتور بيعملها بيفتح البامبرز، بشوف البيبي عامل يورين وعامل ستول، خلاص تمام بيطمن، فبنطمن بيها انه عمل ستول اول 24 ساعة، دي حاجة مهمة قوي.
انماط الاخراج بقى مختلفة بين كل طفل والتاني. في طفل بيعمل بعد كل رضعة، وفي الغالب 70% من الاطفال بتبقى كده يعني، ربنا يعينكم على البامبرز بقى في اول فترة دي. وفي طفل بيعمل مرة واحدة في اليوم عادي. النوم على البطن ممنوع اول سنة، ممنوع 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 ممنوع. ليه؟ من اسباب الوفيات في العالم النوم على البطن. الا بعد الرضاعة لو هو مغص بقى، بنيمه على بطنه كده على مخدة، وببقى تحت عينيا، ما اقومش من جنبه، لازم يبقى تحت عينيكي. تمام، يتجشأ كده. وطبعا في طرق كتير للتجشؤ، هعمل لكم ليها برضو فيديو مع الرضاعة. علشان خاطر لو يعني الطفل ما تكرهش، بيبدأ يطرد اللبن، بنقول ده قشط او رجع. هو اصلا ممكن يبقى الغازات اللي دخلت، الهواء اللي دخله بين الرضاعة والتانية واقفة بين اللبن والتاني، فيبدأ اي حركة بسيطة يبدأ يخرج اللبن ده ويخرج منه. النوم على البطن قلنا ممنوع. تغيير الحفاض من 3 ل4 مرات، هو بيبقى ل7 و8 مرات، ما تقلقوش دي حاجة طبيعية. بننشف كويس للبيبي، بندهن له زيت زيتون، او بندهن له زنك اوليف، او سودو كريم، او سانوسان، اي نوع بقى هيتوفر معانا. وفي اصلا دلوقتي بامبرز عامل زيت الزيتون وبيبم في يعني في بامبرز كده كده على فكرة اسعارهم دلوقتي كلها قريبة من بعض، الرخيص والغالي، وانا جربت كل الانواع يعتبر. في انواع بتبقى حافظة اصلا وبتحمي البيبي من التسلخات، فهي قريبة من بعضها. وان شاء الله فترة النفاس دي تعدي على خير. وهي فترة صعبة والنفسية بتبقى فيها متقلبة، بس يعني معلش، حضن البيبي بالدنيا بحالها. ما تزعلوش، ما تركزوش مع حاجة مضايقاكوا. افرحوا وبالنعمة اللي ربنا اداهالكوا، واتبسطوا ان انتوا ربنا رزقكوا ببيبي. معلش معلش معلش. انتي ام جميلة وانتي ام قوية جدا، انك هتستحملي فترة زي دي. ربنا يعينك وربنا يقويكي، وما تزعليش وما تركزيش مع حد، والوقت اللي تعرفي تنامي فيه نامي. الغسيل متكركب مش مهم، الغسيل مش هيعيط لكن البيبي هيعيط، وهتحتاجي تبقي مرتاحة واعصابك مرتاحة. وانتي هتبقي محتاجة تبقى اعصابك مرتاحة وانتي بتتعاملي مع البيبي، علشان خاطر هو حتة بتاع صغننة كده مش عارف يقول انا جعان ولا عطشان ولا زهقان ولا حران ولا مغص، هو بيصرخ بس وبيعيط بس. فحاولي تبقي طولت البال، وحاولي ما تزعليش وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه كده، تكون بره بيكم وتكون سالمه وغانمه كده وبصحه جيده ان شاء الله. هعمل لكم فيديوهات كتير عن الموضوعات دي، هتهمكم وهتفيدكم قوي وهتتبسطوا بيها ان شاء الله، ومعلومات محدش قالها لكم ومحدش هيقولها لكم غير لما انتوا تدوروا عليها.